بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمشقة الأنفس تمكن فريق الوداد البيضاوي من بنتيجة التعادل بجنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما في مباراة الإياب برسم دور نصف نهائي عصبة أبطال إفريقيا لهذه السنة. في الحقيقة جميع المتتبعين الرياضيين ما كانوش عاطين للوداد حظوظ وافرة للمرور إلى النهائي. كل شيء كان كيقول على أن ماميلودي سان داونز قوي وقوي جدا بميدانه. تحقيقه للتعادل السلبي بالدار البيضاء كتعطي الأفضلية أنه ممكن يسجل، وموافق أنه كيسجل أهداف كثيرة في الميدان ديالو خلال هذا المشوار، مشوار بطولة عصبة الأبطال تشامبيونز ليغ إفريقيا. الوداد دخل في مقابلة بشكل جيد. يمكن المدرب قرأ الخصم بشكل جيد، لأنه قال على أنهم غيبحثوا على تسجيل هدف في الدقائق الأولى أو في الربع ساعة الأولى باش تسهل عليهم المهمة. المدرب البلجيكي حسن الدفاع وكان كيقوم بمحاولات مضادة. في الدقيقة الأولى كان ممكن فريق الوداد البيضاوي أنه يسجل الهدف الأول، لكن ما تمكنش. من بعد ذلك بدا فريق سان داونز كيستحوذ على الكرة، وهو فريق تيلعب كرة سريعة ومنظمة وبكرات قصيرة يمكن أنه يدخل مربع العمليات في العديد من المناسبات، لكن كيلقى الحارس مطيع، حارس متألق، حارس فريق الوداد البيضاوي خليفة تغناوتي. إن لم نقل أنه ربما من بعد هذه المقابلات اللي قام بها ممكن ياخذ الرسمية في الفريق مع هذا المدرب الجديد. على العموم تمكن فريق سان داونز من تسجيل الهدف الأول. من بعد ما بقى على الوداد إلا أنه يهاجم، خصو يحصل على هدف التعادل، خصوصا أن التعادل الإيجابي 1-1 أو 2-2 ولا 3-3 كتأهل فريق الوداد البيضاوي، وتمكن من الحصول على هدف التعادل بضربة رأسية ديال العملود مركزة على يسار حارس فريق ماميلودي سان داونز. وبالتالي الحظوظ ديال الفريق الوداد كبرات على انه يتأهل الى النهائي. مباشرة من بعد هدف التعادل كيتمكن للاسف فريق ماميلودي سان داونز بتسجيل هدف من بعد ارتباك في الدفاع فريق البيضاوي. تمكنوا من تسجيل الهدف الثاني. كيتحمل المسؤولية ديالو الدفاع وليس الحارس. بقى الوداد البيضاوي لازم عليه انه يبحث على هدف الثاني، وداك الشيء اللي تمكن منه. سجل هدف الثاني على بعد 6 أو 7 دقائق من نهاية المباراة عن طريق المدافع جنوب افريقيا ضد مرماه، وبالتالي النتيجة 2-2 كتأهل فريق الوداد البيضاوي. نتكلموا على الوداد البيضاوي وعلى ماميلودي سان داونز، وكيهمنا اكثر الوداد البيضاوي. فريق الوداد البيضاوي خلال هذا المشوار ما قنع حتى شي واحد بالمستوى ديالو. المستوى ديالو كانوا متذبذب، مستوى ديالو ضعيف على جميع المستويات، سواء الدفاع او الوسط او الهجوم. تأهلنا الى هذه المباراة نصف نهائية. نقدر نقول لك بالحظ، نقدر نقول لك بضعف الفريق الخصم، لكن خلال هذه المباراة، ولا أتكلم على مقابلة الذهاب ولكن مقابلة العودة، فريق الوداد البيضاوي رجع المستوى اللي عاهدناه في السنوات الماضية. رجع فريق الوداد البيضاوي عرف كيفاش ينظم الصفوف ديالو، ولو هناك اخطاء كثيره كاينه في الدفاع. خص المدرب يراجعها ويشوف كيفاش انه يصلح هذه الاخطاء. دار تغييرات خلال مقابله الاياب، وكل كيتفق على انه ما دخلش الحسوني، لان الحسوني المستوى ديالو تراجع بشكل كثير. المقابله تلعبات بدايه المقابله او هذا لعبات فريق الوداد البيضاوي بدون الحسوني فعلا ما كانش كيعطي الاضافه. والخطه اللي لعب بها فريق الوداد البيضاوي كانت خطه جميله وجميله جدا. خلاته على انه يحيي الامال ديالو بالتاهل بتسجيله لهدف التعادل. اللعابه اللي كانوا صراحه المستوى ديالهم كان ضعيف. نقدر نقول لك يحيى جبران، كاين الجعيدي ولا الجعدي كذلك كان مستواه ضعيف. وناجم ما قدمش الاضافه، بالعكس ناجم ما عطاش داكشي كنا كنتظروا منه.
المترجي دخل بشكل رسمي في هذه المقابله، حاول على انه يوصل للشباك، لكن وصل في مرتين او ثلاثه، ولكن كيضيع هدف محقق او هدفين محققين. يعني كان طمع انه بغى يسجل وضيع فرص على فريق الوداد البيضاوي. التغيير اللي دار المدرب انه خرج المترجي ودخل اللاعب اللافي، دخل الحسوني في الدقائق الاخيره، دخلوا غير باش ربما يمتلك شويه الكره. على العموم يعني الخطه اللي لعبها المدرب البلجيكي خطه كانت ممتازه. عرف كيفاش انه يمتص حماس الفريق الخصم ويتمكن من يعني تسجيل هدفين اللي يمكنوه يدوز الى المباراه النهائيه. المباراه النهائيه اللي غنتكلموا عليها شويه، اللي غتجمع فريق الوداد البيضاوي بفريق الاهلي المصري، نهائي معاد نهائي السنه الماضيه اللي فاز فيها كان انذاك فريق الوداد البيضاوي بالبطوله. كانت بمباراه واحده وتلعبات بمركب واحد الخامس، وكانت تقال عليها الكثير. كانت الاهلي ما بغاتش على ان المقابله تلعب في الدار البيضاء، بغات تلعب في بلد محايد، ولكن كان ذاك الوقت الوداد البيضاوي الوحيد اللي تقدمت بالطلب استضافه النهائي. المقابله يعني هي تأرية للنادي الاهلي المصري، ولكن المقابله غتكون جميله لانها كتجمع بين الاهلي المصري وحامل اللقب الوداد البيضاوي. مقابله الذهاب تلعب يوم 4 شهر 6، ومقابله العوده يوم 11 شهر 6. مازال ما تحددش المقابله ديال الذهاب ومقابله العوده. نتمناو على ان تجاره القرعه على ان مقابله الذهاب تكون بالقاهره والعوده تكون مركب محمد الخامس، باش تكون شويه الحظوظ للوداد البيضاوي باش يمكن له يدي هذا الكاس للمره الثانيه على التوالي وللمره الرابعه. نتمنوا له كل التوفيق. شفنا يعني اللعابه ديال الوداد البيضاوي اللي قاموا بمقابله كبيره ولعبوا بنديه وبنفس. يمكن لي نذكر جوج ديال اللعابه اللي لعبوا بواحد الشكل كبير وداديين بمعنى الكلمه، اللي هو سامبو، وكذلك اللاعب الاخر سميتو اللي تصاب في الراس ديالو، كان هو وياه، ومع يعني كان مصاب والدماء تنزف، ومع ذلك بغى يكمل المقابله. الحكم كيوقفوا مرتين او ثلاثه باش يحبس نزيف الدماء، باش تعرف ان اللاعب كان باغي يعني باغي يلعب، باغي يوقف مع الفريق ديالو في هذه المقابله الهامه. الوداد البيضاوي كيقلب على النجمه الرابعه، نتمنوا له التوفيق. ان شاء الله تكون مقابله جميله، وكي قلت لكم انها تكون مباراه الذهاب بالقاهره والعوده بمدينه الدار البيضاء. خصم عنيد، خصم قوي. شفناه كيفاش هزم فريق الترجي ذهابا وايابا. دائما عودنا الاهلي منين تيمر من دور المجموعات والا كيوصل الى النهائي، وهذا الشيء اللي حصل هذه السنه ايضا. كانوا كيتمناو على ان تكون مباراه يعني عشاق الاهلي المصري بغاو فريق ماميلودي سانداونز، لان عندهم ثأر بيناتهم خلال دور المجموعات، كانوا ربحوهم بواحد الحصيله ثقيله. نتمناو باذن الله ان تكون هذه المقابله جميله والفوز الوداد البيضاوي من بعد خيبة أمل اللي عرفتها كرة القدم بعد هزيمة منتخب لأقل المغربي لما أقل 17 عام في نهائي كأس إفريقيا للأمم بالجزائر أمام السنغال ب2-1، من بعد ما كان منتصر حتى العشر دقائق الأخيرة وتسجلوا عليه هدفين. نتمنى التوفيق للجميع، وإلى مناسبة قادمة بحول الله، إلى اللقاء.